السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر دوتي أم بدر. أرجو اهتمامكم لهذا الفيديو لأنه موضوع مهم جدا ولازم كل الناس تشارك، يا تشارك الفيديو يا تشارك برأيها وتعليقها المهم جدا. فيديو النهاردة مهم لكل الأسر الغلبانة الشقيانة اللي مش فاهمة، ومش عايزة اقول مش جاهلة لان ما بحبش لفظ جاهلة دي. شفت فيديو على الفيسبوك وكان قالب الدنيا لعريس وعروسة صغيرين في السن. الفيديو قبل ما ادخل في تفاصيل عايزاكم تشوفوا شكل العريس والعروسة، بالله عليكم شوفوا شكلهم وشوفوا الراجل بيتكلم معاهم ازاي. على تحيا مصر، تحيا مصر اللي بتطلع السمعة للناس برضه مش كويسة. هنا الواد بيحب البيت، انت لازم تحب البيت، ما بتحبش البيت. بحبها. اللي هو انت مغصوب على الجواز؟ لا. انت مغصوب على الجواز؟ لا. يعني هقول لكم ايه اكتر من كده تاني؟ يعني انا دلوقتي مش مغصوب، لا دي مغصوب تاني؟ لا يا امال ايه بقى اللي بيطلعوا بقى تحيا مصر دي بقى وفرد الناس ده احنا ولاد ناس. احنا ولاد ناس. ودي الحمد لله بس هذا العريس اللي احنا قلنا عليه لازم تطلعوه في الناس حتى اجيب لكم مراته خدي يا بنتي تعالي. انت مش سعيده مع جوزك؟ ايوه يابا سعيده معاه. بتحبيه؟ ايوه بحبه. ادي تحيا مصر يا عم، ادي تحيا مصر اللي بيكلموها الناس. انت بتحبها؟ انا بحبها. انت يا بنتي بتحبيه؟ ايوه. الراجل كان طالع بيرد على قناة على الفيسبوك او مجلة مش عارفة اسمها تحيا مصر، كانت طالعة بتتكلم بتقول ان العريس والعروسة مغصوبين على الجواز. تمام. وطبعا الراجل بقى ايه من حقه وحاسس انه مش عامل حاجة غلط وطالع بالعريس والعروسة وعشان يقولوا ان هما مش مغصوبين على الجواز. ده هو بمجرد طلوعه هو وابنه ومرات ابنه جريمة في حق ناس كتير، جريمة في حق نفسه، جريمة في حق الراجل، جريمة في حق البيت. يعني ايه؟ يعني انتوا مش شايفين الراجل كبير اولا، وشايفين ابنه سنه قد ايه، وبيقارن ابنه بان هو مسطر 4 بنات وكان مقرر ان هو يسطر ابنه اللي هو وحيده مجوز عيل. ازاي المأذون وافق ان هو يجوز عيل زي ده؟ ازاي؟ يعني انا عايزه افهم اي مأذون في البلد بتاعته يخلي الراجل ده يجوز ابنه، هو واصي عليه، هو مش بنت. وازاي ان شخص زي ده او عيل زي ده مطلع بطاقه؟ هنقول ان هو مطلع بطاقه ووصل لسن ال15 او ال16 سنه. ده منظر عيل يشيل مسؤوليه بيت؟ هنقول انت مالك يا مبادر، دع الخلق للخالق. هقول النموذج ده ممكن يتكرر مع ناس كتير، واحنا كناس او انا عندي قناة طالعة اقول زي حملة توعية من ناس مجربة الجواز قبل كده، ناس مجربة الجواز من سن كبير وسن صغير. السن الصغير فشل تماما ان هو يبني بيت صحيح. دي عيلة صغيرة لا تفقه في الحياة شيء. ازاي مأذون يجوز عيلة صغيرة؟ دي استحالة تكون كملت 18 سنة، استحالة. دي حاجة كده بتاع 15 سنة. هل احنا رجعنا للعصر القديم؟ مش فاهمة، حد يفهمني الناس دي بتفكر ازاي. المشكلة بقى انا هقول لكم الراجل فكر ازاي. قال بقى ما جوز ابني اللي هو الواد الصغير عشان نجيب حتة عيلة تقعد تخدمنا يعني تشيل بيت. اذا كان هو بقى مراته عايشة، الراجل العجوز مراته عايشة او مش عايشة، فانا لما اجوز الواد عشان مراته تخدمني. مراته العيلة الصغيرة هتشيل مسؤولية راجل عجوز وجوزها العيل الصغير،
ولسه هتخلف وتشيل مسؤولية عيال، والواد ومش الواد في عز الدنيا كلها مخنوقة، طالعين يعملوا الشغل ده او يعمل الموضوع ده، وفي الاخر الناس كلها يعني مش فاهمة هو ايه ده، ايه اللي بيحصل. عيل وعيلة يتجوزوا في الوقت ان الناس بتقول كلها صندوق النقد بتاع الجواز وتبرع معرفش ايه، فالراجل هوب اما الحق اجوز ابني لحسن لما يكبر مش هيلاقي يدفع فلوس في الصندوق. مش كده التفكير، مش كده. يعني الراجل ده طالع بيتكلم اهو يا عم الواد بيحبها، اهو يا عم البت بتحبه، بنت ايه وواد ايه، دول عيال صغيرين. هنقول ان الواد طالع من المدرسة مش بيدرس، يعني هو انت لو بتصرف عليه دلوقتي مش هتعرف تصرف عليه بعدين. لو انت عايش دلوقتي للواد ده عشان انت واصي عليه، فمش هتعيش له بعدين. هيجي يحس ان هو بقى راجل كبير كده وبشنب، لان شكله شنبه مش موجود، والله لسه شنبه ما نبتش، الله يخرب بيتك، شنبه حتى ما نبتش وبقى راجل ازاي مش فاهمه. لما يجي يطول شويه ويكبر يبقى راجل بقى كامل الرجولة، هيلاقي نفسه متدبس في واحدة ومتدبس في شوية عيال ما يعرفش. اكيد هيخلفوا كتير عاملين زي الارانب بقى اللي يخلوهم يتجوزوا بدري فهيخلفوا بدري. يا دي النيلة وانتي ملك يا ام بدر. هرجع اقول لكم ان ده نموذج سيء جدا جدا لبعض الناس اللي بتفكر بنفس التفكير. اروح اجوز ابني علشان خاطر يجي يخدمني انا والعيال، اجوز ابني عشان يجيب خدامة للبيت تغسل وتطبخ وتمسح وتعمل وتسوي، وفي الاخر الراجل لو جراله حاجة البيت كله هيتهد. ومجوز 4 بنات، مسطر 4 بنات، فقرر يسطر الواد. هو الواد دلوقتي بقى يتسطر؟ ربنا يستر عرض الرجالة. انا بصراحة الواحد كان عنده كلام كتير مرتبه للموضوع ده، بس لما باجي اعمل فيديو لاي حاجة بحس ان نص الكلام بيطير. يا جماعة انا عايزة اعرف رأيكم في الموضوع ده، ومحدش يقولي مالكيش دعوة، لان انا شغلي اطلع اشوف الحاجة الغلط واطلع اتكلم عنه. وانا عارفة ان بعض الناس هتقولي دي شايفة القتل وشايفة السرقة وشايفة النصب وشايفة معرفش ايه. هقول لكم كل واحد بيطلع بيتكلم عن حاجة مختلفة. انا طلعت اتكلم عن الفيديو اللي فيه الحالة السيئة دي، وفي ناس تانية بتتكلم عن القتل، وفي ناس تانية بتتكلم عن السرقة، وفي ناس تانية بتتكلم عن الاكل والشرب واسعارها. مش لازم كلنا نتكلم زي بعض. ده ردي لاي حد ممكن يقول ما تحطيش ما تحكميش على حد، لكن انا بتكلم بالمجمل العام. الناس دي عملت جريمة، وممكن يكون مش الراجل بس، اهله اللي هو اهل الواد والبيت والمأذون كمان. يعني ازاي المأذون كمان يجوز قاصر وقاصرة؟ ازاي الموضوع ده لو ما فيش حد حط فيه يعني نقطة قانونية كده ان الراجل ده يتحاكم؟ مش لازم يتسجن، ممكن حتى يكون بغرامة مالية عشان ما حدش يقلده. ومش شرط يكون حد كراجل كبير، ده ممكن عيل وعيلة تانيين يروحوا يتجوزوا كده مع نفسهم. يعني فاهمين الوضع هيبقى عامل ازاي، والدنيا كلها تبقى سمك لبن تمر هندي. لازم يكون في حد للموضوع ده، لانه ممكن يحصل انتشار وتلاقوا عيل وعيلة تانيين بيتجوزوا بنفس الوضع. اتمنى تكون رسالتي وصلتكم. انت مش سعيدة مع جوزك؟ ايوه يابا سعيدة معاه. بتحبيه؟ ايوه بحبه. عادي تحيا مصر يا عم، عادي تحيا مصر اللي بيكلموا عن الناس. انت بتحبها؟ اه بحبها. انت بتحبيه؟ ايوه.